تخيلوا كمان ان المبخرة التحفة دي بالقعدة بتاعتها بكل حاجة من غير اي قالب وبمنتهى السهولة. هتعملوا كل حاجة معايا بالتفصيل منتهى السهولة. معاكم تسبيح، ولو عجبتكم كملوا معايا الفيديو. ممكن نستخدمها مبخرة، ممكن نحط فيها شمعة، فممكن منها افكار كتير قوي وتقدروا انتوا تنفذوها كمان باشكال وارتفاعات وحاجات مختلفة. تعالوا نشوف بقى محتاجين ايه او ايه البطل بتاعنا. طبعا احنا هنستخدم جبس، فمعانا جبس وميه وكوبايه هنخلط فيها. خلاص، معايا فازلين بس طبعا ده مقاطعه، فانتوا استخدموا اي نوع تاني، ده فازلين قديم جدا عندي. البطل معانا هو الكنز، وانا عملت لكم قبل كده فيديوهات ازاي نقدر نستخدم الكنز بدل القوالب، ونقدر نطلع منها شغل حلو قوي. والارتفاعات اللي انا قلت لكم عنها، لان طبعا في كنزات بتبقى طويله قوي، في كنزات قصيره، في كنزات رفيعه، في كنزات تخينه، فشوفوا الانسب لكم ايه واعملوه. طبعا خدوا بالكم جدا وانتوا بتقطعوها، علشان الشرشره والحاجات اللي بتحصل دي ممكن تعوركم، كمان علشان الشكل ما يبص. كل ما كانت الكنزايه بتاعتكم حلوه يعني مش منبعجه او مش متطبقه، هتطلع معاكم الشكل حلو قوي. والغطا البلاستيك اللي ظهر برضو معانا ده غطا بتاع علبه الكنزايه بتاعت السويت كورن، بتاعت الذره الصفراء. خلاص، دي اللي انا هستخدمها للقاعده. وبعدين بعد ما قطعت الكنزايه بتاعتي وفتحتها، جبت فرشه وبدات ادهن ماده الفازلين. في مواد تانية نازله بديله ليها عشان ده مقاطعه. ممكن اللي ما عندوش ماده فازلين تقدروا تحطوا مثلا بيبي اويل، الزيت بتاع الاطفال، فليها حلول كتير. خلاص، انا دهنتهم اهو، ونبدا نعمل الميكس بتاعنا. كل واحد يعمل الميكس بالخامه اللي موجوده عنده. انا بشتغل بالجبس، وبيبقى المعيار بتاعي 2 جبس ل1 ميه. خلاص، بعد ما حطيت معيار الميه، طبعا بنحط الميه الاول في الكوبايه، وبعدين نشفت المعيار بتاعي، ارجع اخد منه من الجبس وارش على سطح الميه زي ما انتم شايفين كده، واستنى كل جزيئات الجبس بتاعتي لما تنزل تحت ابدا اقلب. خدوا بالكم من حاجه، ان طبعا الجبس بينشف بسرعه، ومفروض نقلب حلو عشان مبقاش فيه اي كلاكيع. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو جدا عشان ما اخدش من وقتكم، ولا تقولوا ان الفيديو طويل ولا اي حاجه. واللي متضايق من الموضوع ده يقدر هو يبطئ الوقت بتاع الفيديو. خلاص، انا قلبت هنا وجبت، شايفين العلبه الخضراء دي، عشان اقدر اخبط القالب بتاعي واطلع منه البابلز. طبعا مهم كمان قبل ما نصب في الكنزايه نخبط الكوبايه نفسها اللي فيها الخليط، فنطلع كميه من البابلز على قد ما نقدر، وبعدين نبدا نحط في القالب بتاعنا. وكل ما نحط حبه نخبط شويه، نحط حبه نخبط شويه. طبعا متنسوش تشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. وكمان كل الناس اللي عامله مشروع جبس او كونكريت، فانا عندي سلسله اسمها شغل الجبس وكورس الجبس كامل، وكمان هتلاقوا فيها كونكريت، وهتلاقوا كمان فيها ماده اللي هو الماليزي، الميكس الماليزي اللي احنا لسه هنجربه اكتر، لان انا لغايه دلوقتي الصراحه بيطلعش معايا نتائج حلوه، ما اعرفش ليه. فاستنوا فيديوهات جديده ان شاء الله ليه. خلاص، هتلاقوا بقى تكنيكس للتلوين تحفه، وهتلاقوا حاجات مهمه جدا عن العزل. فبجد ارجعوا اتفرجوا على السلسله كلها كامله، وهيفرق معاكم كتير. خلاص، وكمان ان شاء الله يا جماعه، يمكن الفيديو الجاي او اللي بعديه في تكنيك تلوين جديد انا شفتوش حد منزله خالص، فان شاء الله انا هعمله لكم، ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين، انا خبطت الغطا بتاعي وخبطت الكنزايه، بس ما خبطتش الغطا عدل، وده هتشوفوا هيطلع عيوب بعد كده. المهم ان انا جبت كوبايه اهو، ووقع منها حاجات للاسف. شايفين برضو الجبس ازاي تقل؟ انا لمعتها بفازلين علشان خاطر عايزين نعمل الحته اللي هنحط فيها المبخره بتاعتنا. ولو انا حطيت الكوبايه من غير فازلين مش هعرف اطلعها بسهوله. حطيت على الكوبايه ازازه برفيوم بس علشان اتقل الكوبايه وما تطلعش معايا فوق. ممكن تحطوا بقى حبوب اي فول، اي حاجه مثلا جوه علشان تتقل، او زي ما انا حطيت كده ازازه. بصوا، انا طلعت هنا الغطا، بس للاسف كان فيه بابلز وعملت حفر زي ما انتم شايفين، بس مش مشكله، بالصنفره هنقدر نداري الموضوع ده كله، مفيهوش اي مشكله. بس الافضل لما تبقوا بتعملوا حاجه زي دي يبقى معاكم خله، وبعد ما تصبوا مشوا الخله كده على كل الدخلات بتاعه القطع علشان خاطر ما يبقاش فيه اي بابلز. وهنا تعالوا بقى نبدا نفتح الكنزايه بتاعتنا، وهي بتتفتح بالتقشير كده زي ما انتم شايفين.
وشايفين طالعه يا جماعه ملساء وحلوه جدا جدا. بس طبعا في بقى من فوق مش متظبطه قوي، عادي جدا انا هصنفرها واظبطها. حتى كمان القاعده اللي جوه دي انا هصنفرها رغم ان هي مش هتبان لان احنا هنحط عليها المبخره. ممكن بقى تصنفروها بصنفره، ممكن انا الصراحه بحب الاول بالقطر اشيل الزيادات الكبيره، والصنفره الاخيره هي اللي بتبقى بالصنفره عشان المجهود الصراحه بيبقى كبير يعني. تمام. انا هنا بقى عايزه اعمل الديزاين اللي انتوا شفتوه بتاع الحفره اللي فيها ازاز دي. فقعدت هنا بقلم قعدت افكر يا ترى احطها فين، اعملها ازاي، وخططت لها الشكل اللي انا هبدا احفر فيه. دي ادوات اهي بتاعه حفر اساسا، بس ما عندكمش الادوات دي ممكن تحفروا بقطر، ممكن تحفروا يعني بمسطره، ممكن تحفروا ببوز، اي حاجه يعني مش هتغلبوا اكيد. انا قعدت احفر فيها على قد ما قدرت زي ما انتوا شايفين، وطبعا مسرعه لكم الفيديو جدا جدا جدا. برضو ملحوظه مهمه جدا يا جماعه، ان لما تيجوا تحفروا حاولوا ان انتوا تحفروا والقطعه لسه طالعه، يعني مش بعد ما تسيبوها يطلع منها الرطوبه وتنشف جدا وبعديها باسبوع عايزين تحفروا، الموضوع بيبقى اصعب شويه. انما لو مجرد ما طلعناها من القالب قعدنا نحفر فيها هتلاقوا الموضوع اسهل بكثير ويطلع معاكم. خلاص، يا رب ما تكونش الصورة دي مضايقاكم، بس زي ما قلت لكم ان انا بحفرها فمش محتاجة ان انا ابطأ في حاجة. جبت هنا الصنفرة دي سفنجة صنفرة خلاص، وحطيت علبة فيها مية وبدأت ان انا اصنفر. عندكم بقى ورقة صنفرة تمام، سفنجة صنفرة تمام، الحاجة المتاحة عندكم. وقعدت اصنفر القطعة من فوق ومن تحت وكده. الجناب مش محتاجة خالص لان الصراحة الكنز مطلعة النتيجة حلوة جدا جدا. وزي ما بقول لكم كل ما الكنز بتاعتكم كانت، شوفوا انا هنا شلت بقى كل الجزئيه اللي طالعه نازله في القاعده ازاي. كل ما الكنزيه حلوه ومش منبعجه تطلع معانا دوران القطع حلو. انما لو كانت داخله من اي حته كان زمان القطعه بتاعتنا طالعه معوجه مش حلوه. جبت هنا الوان اكريليك وقررت ان انا الون زي ما انتم شايفين انا رسمه الخط او الحدود بتاعه الالوان. وقررت ان انا كمان اعمل ورق ذهب. زي ما انتم عارفين كمان ان الشكل دوت لو طلع على اطول هو طبعا بيتعمل ويتصب فيه شمع خلاص. وان شاء الله يعني انا حاطه في مخي برضو والله ان انا اعمله لكم قدام، بس انا لسه ما عملتوش، وان احنا نصب فيه شمع ونعمل فيه افكار واشكال حلوه قوي. المهم ان دي ممكن لو الكنزايه اطول ممكن كانت تدي معانا شكل احلى كمان. خلاص، انا جبت هنا المود باتش وقررت ان انا الزق بيه ورق الذهب. لو انت كمان القاعده زي ما انتم شايفين تريكواز، ممكن انتوا بقى تلونوها الوان تانية، وممكن حتى تمشوا الديزاين دوت او الفكره دي مع رمضان، فممكن تخلوها مثلا في البيجات، ممكن يتعمل منها افكار كتير جدا جدا. اوكي، زي انتم شايفين انا حطيت هنا المود باتش. طب اللي ما عندوش مود باتش يحط ايه عادي غيرها ابيض متخفف بسنه ميه، او حتى الجلو الابيض بتاع المدارس دوت، فما فيش اي مشكله. وبدات ان انا اوزع ورق الذهب بتاعي في كل الحفره دي اغطيها. وبعد كده انا هجيب ازاز مكسر واحطه. عندكمش بقى ازاز ممكن تحطوا احجار، ممكن تحطوا ازاز. ولعلمكم عندي على القناه هتلاقوا فيديو كامل عن طريقه ازاي احنا نجيب الازاز ببلاش، وازاي نكسره، وازاي نلونه، كله في البيت ببلاش من غير اي حاجه، غير بس طبعا تكاليف الالوان بتاعتكم يعني ومجهودكم. انما مش محتاجين ان احنا نروح نشتري الازاز ده من عند حد، لا تقدروا تعتمدوا على نفسكم وتعملوه. خلاص، اللي عايز الفيديو ده بيكتبوا لي في الكومنتات وانا هحاول احطه لكم برده في الفيديو في نهايه الفيديو. خلاص، انا بعد ما احط ورق الذهب بتاعي هبدا اوزعه على بقيه القطعه بتاعتي. طبعا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه عشان دايما يوصلكم فيديوهاتي الجديده، وان لسه في افكار حلوه جدا جايه للجبس. وكمان لان انا دايما بحب اساعدكم وان انا اعمل لكم افكار تبقى من غير اي قالب، علشان في ناس لسه بادئه مشروعها جديد فمعهاش الحاله الماديه يعني لسه ان هي تقعد تجيب قوالب وعايزه تجرب، ما يمكن ما تعرفش تكمل او يمكن تكمل. فاحنا بنشجعها انها تقدر تعمل من غير قالب، ودوت بيشجعهم طبعا لما بيطلعوا قطع حلوه يقدروا بعد كده يشوفوا ان هم يقدروا يكملوا في المشروع ده. وقتها بقى هنضطر نجيب قوالب علشان نعمل شغل بروفيشنال اكتر بعدد اكبر. انما طبعا عن طريق الكنزات هتطلعوا كمان شغل حلو جدا وبروفيشنال.
شايفين انا هنا اهو عملت الازاز بتاع الورق الذهب بتاعي، وهبدا اجيب. شايفين الازاز الزغنطوط ده انا اللي كنت مكسراه وعاملاه زي ما قلت لكم فيديو كامل تقدروا تعملوه. والازاز دوت ازاز العربيات. ازاي ايه التفاصيل؟ روحوا شوفوا الفيديو هتعرفوا كل التفاصيل دي. خلاص بدات ان انا احط كمان ورق دهب جوه علشان يبقى خلفيه للازاز. قعدت افكر صراحه احط ازاز تركواز ولا احط ازاز شفاف ولا احط ازاز ذهبي، وفي الاخر قررت احط ازاز ذهبي. ممكن بقى تلزقوا باي لزق عندكم، انا قررت الزق بلزق القو. حطيت زي ما انتم شايفين اللزق وبدات ان انا اوزع الازاز بتاعي. بصراحه يا جماعه الفكره دي حلوه جدا جدا. هتلاقوا الحفر سهل جدا لو انتوا زي ما قلت لكم حفرتوا عليه وهي لسه جديده، وهتلاقوا الموضوع حلو قوي وقطعه شيك وجميله. وكمان لما نضيف لها شمعه قدام ان شاء الله هتعجبكم اكتر واكتر. فكره انها من غير اي قالب، يعني ما اظنش ان في بيت ما فيهوش كنزايه، فهتقدروا تعملوها من غير اي قالب ومن غير تكاليف، وتطلعي قطعه حلوه جدا زي ما انتم شايفين اهي. يا رب تكون عجباكم زي ما هي عجباني. انا صراحه عجباني جدا. هنيجي دلوقتي لمرحله العزل. فده عزل قدامكم في نوعين، وفي كمان تقدروا تجيبوا العزل البلاستيك المائي من موجود في مصر عادي في محلات البويه كلها، وده اللي انا بحب اشتغل بيه. بس وقت تصوير الفيديو ده ما كانش موجود معايا. وبنعزلها على 3 طبقات، بين كل طبقه والتانيه لازم نستنى انها تنشف خالص علشان نعمل الطبقه اللي بعديها. ودي النتيجه في النهايه. رب يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله تعملوها احلى واحلى كمان منها. استنوا فيديوهات جديده، وما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت لان ده بيكون اكبر دعم ليا. سلام عليكم.